السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. نتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. غادي نقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. ما تنسوناش اخوتي من التعليق ديالكم والاشتراك في القناة وليك فضلا وليس أمرا. خوتي كيف ما شفنا رجاء ستيل اللي ملقبة برجاء الفيعة. الصراحة خرجت، آه، طلقات، ولكن خرجت بقات هي والطليق ديالها كل مرة هو يقول هضرة هي كتقول هضرة. حطت واحد ستوري اللي صراحة ما كانش على إنسان أنه يوصل حتى لهذا الشيء هذا. هو كيجاوبها بحوايج اللي شوية طايحين، وهي حتى هي يعني الإنسان صافي طلق، كل واحد خصو صافي كل واحد يشد بلاصتو ويبقى بيناتهم داك الاحترام. ولكن هي خرجت، وبقات كتقول انا ما غاديش نجاوب الناس اللي باغيين يطلعوا فوق ظهري، حيت ما عندهم حتى محتوى من غيري، كيبقاو يدقوا وهذا هو غرضهم، انه يديروا البوز بيا. ما غاديش نجاوبكم كيف كيبقاو فيا، لقد ظهر الحق وزهق الباطل. هاد المره فاش غادي نتزوج بزوجي الثاني ما نعاودش نفس الغلط، وما غاديش نبين راجلي، حيت الحاجة المستورة كيستر فيها الله. والحاجة اللي تعلمتها في الزواج هو أنه نختار إنسان عاقل ماشي برهوش، والراجل من الأول خاصو يكون قاد بيك. صراحة هادشي هذا بصح، ولكن الإنسان هادشي خاصو يبقى بينه وبين راسو، بينه وبين نفسه، ماشي يخرج يبقى يتعاطى مع واحد آخر. والمشكلة أنه هو جاوبها وقال لها الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ماشي زواج، لا ندمت عليها هو زواج ديال السوشيال ميديا. انا شخصيتي الحقيقيه هو انسان مغيار ونفسي حاره، وكان دابز، كنت كنقابل شي حوايج اللي انا كراجل ما نقبلهمش. واحد المره خرجت مع واحد البنت وما بيني وبينها والو، وشتها لابسه شي لبس ما هواش. ناض جبت ليها جلابه ديال جداتي وقلت ليها تلبسها، قلت ليها لبسيها وما تخرجيش معايا هكا. عساك مراتي انا المره الجايه فاش غادي نتزوج عمر مراتي تبان في السوشيال ميديا، وعمركم غتشوفوا حتى بيتها هادي والتوبة، ومراتي كتبقى ديالي وانا قوام عليها، وانا اللي نصرف عليها وندير ليها اللي بغات قلبي نعطيه ليها. ايوا نتمنى ان شاء الله تكون هذا الشيء هذا اللي كتقول يكون بصح، وتكون فيك واحد شويه ديال النفس. لان كنا كنشوفوا كيف ما قالت رجاء، كنا كنشوفوا رجاء هي اللي كتصرف عليك، هي اللي مكلفه بكل شيء، هي اللي مكلفه بالدار، هي اللي مكلفه بالاثاث، هي اللي مكلفه باي حاجه كانت كتخصكم بجوج، كانت هي اللي مكلفه بها. وكيف ما قالت اخوتي رجاء، كانت حتى المصروف ديالو كانت هي اللي كتصرف عليه، وكانت هي اللي كتخرج للقهوة، هي اللي كتخلص، كتمشي لشي ريستو هي اللي كتخلص. يعني اي حاجة رجاء اللي كتخلصها. هو شنو كيدير؟ كيشد هذوك الفلوس ديالو كيخبيهم وكيخليهم تحت منه، وهي راه حنا شفناها يعني كانت الدار يعني مكلفة بها هي، حتى هذيك الآتات وهذا. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده هي التلفاز. التلفاز ديالو هي اللي كانت خلاتها ليه رجاء. ولكن كل شيء يعني أي حاجة كانت عندهم في الدار كانت ديال رجاء، وهو كيهضر وكيقول آه، إن الرجولة ونفسيتي وهذه وهذه. ايوا نتمنى ان شاء الله يا ربي في المره الثانيه زواجك المره الثانيه انك دير العقل و... وشويه دير واحد شويه ديال النفس وشويه الرجوله. لان هذا الشيء هذا تخرج هكا شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله. لان شفنا في ستوري المره اخرى اشنو حط شي حوايج اللي صراحه ماشي هما هادوك، وحوايج ماشي ديال انسان ولد الناس ومربي انه غادي يدير بحال يحط بحال هاد الحوايج على الطليقه ديالو. الانسان صافي طلق. الله يسهل على كل واحد، ولكن باش تبقى تنزل شي ستوريات عليها وتحط عليها شي حوايج اللي
راه شوف، راه الانسان ملي كيدير بحال هاد الحوايج راه كيقيس حتى نفسه. يعني راه الشخصيه ديالو بعدا. اول حاجه راه الناس كيطيحوا منه هو. انت كانت الزوجه ديالك، يعني صافي ما تفاهمتوش طلقتو، صافي كل واحد يشد طريقه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. غادي نقول لكم بسلام عليكم في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسوناش من لايك وتعليق ديالكم والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا.